عايشين بقالنا فتره في قرف وخنقه، والكره المصريه مفيش اي حاجه فيها تفرح. بس النهارده حصلت حاجه حلوه. منتخب مصر النهارده قدر يكسب المصنف الثاني على العالم. خلي بالكم الماتش يبان ودي، الماتش يبان سهل، لكن المنتخبات اللي بتحضر لكاس العالم بتبقى بتدي كل حاجه عندها. فمنتخب مصر النهارده زي ما بقول لك وارجع اقولها تاني، كسب المصنف الثاني عالميا. تعالى بقى ناخد من الكلام ده ومن الحاجات اللي حصلت دي جرعه تفاؤل ونعدي بيها الفتره الصعبه اللي احنا كنا ماشيين بيها الفتره اللي فاتت دي. منتخب مصر ان هو يقدر يكسب منتخب بلجيكا في ماتش زي ده، في ظروف زي دي، في استعدادات منتخب بلجيكا لكاس العالم ده، ما انا مش هقعد اقول يا ريتنا وكنا ومنك لله يا فلان، لا، احنا ما كناش نستاهل نوصل كاس العالم في الفتره اللي احنا لعبنا فيها تصفيات كاس العالم. اتكلم في اي حاجه غير كده يبقى بيقول اي كلام يعني. انا فاهم ان في ناس متضايقه، لكن لازم بقى عشان نصلح نبص لقدام، نصلح من الحاجات اللي جايه. نطلع بايه من ماتش النهارده؟ نطلع ان جوده اللعيب المصري ما زالت لسه موجوده، ان احنا لسه عندنا الكواليتي. قال مدرب الزمالك وقال كل المدربين اللي مسكوا ان الجوده موجوده، لكن الجدول والمسابقه مش احسن حاجه في الدنيا، وده اللي مخلينا مش عارفين نطلع كل الامكانيات اللي موجوده عند اللعيبه بتاعتنا. يعني مثلا لعيبه مصر دي مريحه قبل الماتش بشويه على فكره، وخدت وقتها فادت الماتش ده. طبيعي اصلا اللعيبه تلعب في ضغط وعادي كل 4-5 ايام ماتش، لكن مش الطبيعي ده 4-5 سنين. وانت برضو لو عايز تعمل حاجه لازم تبقى الحاجه دي تقدر تتعمل. ده هلك. ظبط جدولك، ظبط مسابقتك، الكواليتي موجوده، اللعيب موجود، اللعيبه موجوده، نقدر نطلع ونفرز ونطلع مواهب ونشتغل على المواهب اللي عندنا كمان. منتخب مصر كويس زي ما احنا شفنا النهارده، قدر يكسب المصنف الثاني على مستوى العالم وكسبانه في 90 دقيقه، وانت كنت افضل، مضيع فرص كتير جدا، انفرادات كتير جدا. تريزيجيه لازم يشتغل بقى على حته الفينش دي شويه، وبرافو على جول النهارده. محمد صلاح النهارده زي ما يكون كان بيلعب حته، هو مش وينجر بقى ولا هو بيلعب سترايكر. محمد صلاح النهارده كان بلاي ميكر، هو العنصر الكبير في الفرقه اللي بيوزع اللعب يمين وشمال. وبناء عليه ماتش مصر وبلجيكا النهارده كان مليان فوائد، كان ماتش دسم كده، طلعنا منه بحاجات كتير جدا. طلعنا بمحمود حماده، طلعنا بباك شمال ممتاز، طلعنا باكرم توفيق النهارده بيقدر يرجع لمستواه من الناحيه الدفاعيه، وبيقدر يقف قدام كراسكو، قدام ايدن هازارد. وزيزو في اخر الماتش برده نزل عمل دويتو مع محمد صلاح كده، وكانت الهجمه اللي كانت قربت جدا محمد صلاح ان هو يجيب الهدف الثالث لمنتخب مصر. منتخب مصر كويس، المدير الفني عنده افكار، وباذن الله مصر تقدر تأدي كويس في كاس افريقيا الجاي، وباذن الله باذن الله يعني المفروض يعني دي ما فيهاش كلام بقى، نبقى موجودين في كاس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك. دي الحاجات اللي انا شفتها في الماتش ده، مش تحليل للماتش، احنا ما بنبصش للماتشات بالطريقه دي، الطريقه دي في ناس تانية بتبص بيها للماتشات، احنا بنتكلم عن الماتشات من وجهه المنظور العام، وازاي الماتش ده يفيدنا، الطريق اللي المفروض نبقى ماشيين فيه. ولو الماتش ده ما بيمشيناش في الطريق ده هطلع اقول لكم عادي يا جماعه، لكن بالتاكيد النهارده احنا اتقدمنا خطوه واثنين وثلاثه واربعه على الاقل من الناحيه النفسيه، بغض النظر عن فرق الرانكينج اللي اظن الماتش ده هيفيدنا في الرانكينج، ويا ريت كان يبقى في ماتش تاني. بس يلا حصل خير، كاس العالم يوم الاحد الجاي، استنونا عاملين تغطيه جامده جدا جدا لكاس العالم. وما تنساش تعمل الشير واللايك والسبسكرايب. كان معاكم عمرو شلبي في نطاق اننا بنهري. سلام عليكم.